أول حلقة من سلسلة فشل ونجاح التجارة الإلكترونية. السلسلة دي هنتكلم فيها عن المشاكل اللي بتواجه أي حد مهتم بالتجارة الإلكترونية، أيا كان بقى هو ميديا بايرز أو لو عنده مشروع تجاري وبيعتمد على الموقع الإلكتروني وبيعتمد على التجارة الإلكترونية. هيلاقي الحلول للمشاكل دي، وهنقول كمان إيه هي الأسباب اللي بتنجح التجارة الإلكترونية. السلسلة دي إن شاء الله هتنزل كل يوم حد، هيكون في فيديو نازل كل يوم حد، لازم تتابعوه وعشان تشوفوا كل ما هو جديد عن سلسله فشل ونجاح التجاره الالكترونيه. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو بتتفرج علينا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، لو بتتفرج علينا على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو، ويلا نبدا الفيديو. في بداية السلسلة لازم أقول لك إيه هي التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية هي بيع المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت، وطبعا التجارة الإلكترونية دي بتشمل بقى المواقع أو المتاجر الإلكترونية والتطبيقات، وإن أنا أبيع أي منتج أو خدمة عبر الإنترنت. التجارة الإلكترونية بيبقى ليها أنواع، ليها 3 أنواع. أول نوع هو عملية البيع بتتم عن طريق الشركة للمستهلك، يعني اسمها البي تو سي، من شركه للمستهلك. وهنا زي بالظبط المثال المعروف جدا والشهير هو شركه نون وشركه امازون. شركه نون وشركه امازون هي بتبيع المنتج اللي بيبيعه الشركه، والشركه دي بتبيعه لمين؟ بتبيعه لمستهلك اللي هو احنا المستخدمين، بنخش على الموقع الالكتروني نبدا ان احنا نشتري منهم المنتجات او الخدمات. فهنا ده شكل من اشكال البيع عن طريق الشركه للمستهلك. شركه امازون او شركه نون بتاخد من التجار المنتجات وتعرضها، واحنا المستهلكين بنروح نشتري المنتجات دي، فكده يبقى البيع عن طريق الشركه للمستهلك. ثاني نوع هو البيع عن طريق الشركه للشركه اللي هو البي تو بي، بالانجليزي البي تو بي. البي تو بي اللي هو زي ايه؟ زي علي بابا، زي الويب سايت او موقع علي بابا. موقع علي بابا هو بيبيع جمله للتجار، فهو هنا شركه علي بابا بتبيع للتجار، فهنا كده شركه لشركه. الثالث شكل للتجاره الالكترونيه هي ان انا تبيع من مستهلك لمستهلك، عمليه البيع بتتم من مستهلك لمستهلك، السي تو سي. طيب ده زي ايه؟ زي مثلا اي باي، زي اوليكس. طب ليه بقى التجاره الالكترونيه بقى ليها اهميه كبيره جدا في حياتنا وبالاخص في 2025؟ وهو لان في احصائيه في 2023 ان التجاره الالكترونيه تجاوزت المبيعات بتاعتها الى 5 تريليون دولار. فده معناه ان العالم كله بقى متواجد وبيستخدم التجاره الالكترونيه، اذا كان مستخدم او اذا كان اصحاب مشاريع دايما بيفكروا ان هم يكون عندهم موقع او متجر الكتروني يبيعوا من خلاله، او اذا كان مسوق الكتروني بيبدا ان هو يحقق مبيعات للبيزنس اللي هو ماسكه او المشروع اللي هو ماسكه عن طريق التجاره الالكترونيه. طب خلينا بقى في الفيديو ده نتكلم عن سبب من اسباب فشل التجاره الالكترونيه، الا وهو اختيار المنتج الغير مناسب. يعني ايه اختيار المنتج الغير مناسب؟ يعني المنتج بيبقى معلهوش طلب، عدم وجود طلب على المنتج، وده بيظهر معانا ان السوق مش مهتم بالمنتج ده، ان المنتج ده ما بيحلش مشكله حقيقيه، فبالتالي ما بنلاقيش عليه طلب كبير. تاني نقطه بقى هو ان تكون المنتج اللي انا اخترته ده متوفر في السوق بشكل كبير، يعني في اشباع كبير جدا في السوق من المنتج ده من خلال المنافسين بتوعي، فبالتالي المنتج ده متوفر بكثره وبقوه. فده طبعا عيب خطير جدا جدا في اختياري للمنتج الغير مناسب. ثالث حاجه بقى هي اختياري للمنتج الغير مناسب ده هيخليني ما بحققش طبعا مبيعات، وده لاني مفيش طلب على المنتج، بالتالي انا التكليف عندي هتبدا تزيد والعائد يبدا يقل، وده طبعا هينتج عنه في فشل في المبيعات. فنقطه مهمه جدا اني لازم اختار المنتج المناسب. عدم اختيارك للمنتج المناسب ده بيكلفك كتير جدا جدا، ويمكن يكلفك ان البيزنس بتاعك او المشروع بتاعك يقفل. خليني بقى اخدكم بقى ونشوف ايه هي بقى الاسباب اللي تخلي المنتج ده غير مناسب. يعني لما اجي اختار المنتج، انا خلاص انا عرفت دلوقتي ان من فشل التجاره الالكترونيه اني اختار منتج غير مناسب. طب ازاي اعرف ان المنتج ده غير مناسب؟ فهقول لكم بقى دلوقتي على الاسباب اللي لازم تبقوا عارفينها عشان لما تيجي تختاروا المنتج تتجنبوا
المشاكل دي وتاخدوا او تختاروا منتج يحقق لكم مبيعات كبيره. اول حاجه هو ضعف الطلب في السوق. لو المنتج اللي انت اخترته ده فيه مشكله ضعف الطلب في السوق، يعني مفيش احتياج ليه، بنلاقي ان السوق ما فيهوش احتياج ليه، الفئه المستهدفه مش عايزه تشتري المنتج ده، لان المنتج هي شايفه ان هو ما بيحلش مشكله كبيره عندها، ما بيحلش مشكله ملحه عند الفئه اللي انا بختارها، ما بيلبيش احتياج هي عايزاه، هو ما بيلبيش الاحتياج الكبير او الملح اللي هي عايزه توصل له، او النتيجه اللي هي عايزه توصل لها من خلال المنتج ده. فعدم وجود طلب على المنتج ده سبب من الاسباب اللي يخليك تفهم وتشوف ان المنتج ده غير مناسب. تاني سبب بقى اللي يخلي المنتج ده غير مناسب هو ان المنتج يكون محدود الجمهور. يعني ايه محدود الجمهور؟ يعني يكون المنتج ده اللي بيهتموا بالمنتج ده وبيتابعوا المنتج ده ومحتاجين المنتج ده هم عددهم قليل جدا جدا في السوق. فده بالتالي عيب خطير جدا يخليك اول ما تشوف حاجه زي كده تفهم ان المنتج ده غير مناسب، ما تختاروش ابدا وما تستخدموش للموقع الالكتروني بتاعك. ثالث سبب بقى هو ان السوق مشبع بالمنافسين. يعني المنتج اللي انا بقدمه هو كتير جدا من المنافسين بتوعي بيقدموا نفس المنتج، فبالتالي ده مشكله كبيره جدا، لان كده المنافسه ما بقتش منافسه عادله. المنتج متوفر في كل حته، ليه العميل يشتري منك المنتج ده ما يشتروش من المنافس بتاعك؟ وده ياخدنا للنقطه اللي بعديها، وهي ان عدم وجود ميزه او قيمه مضافه او ميزه تنافسيه في المنتج بتاعك او في المنتج ده. فبالتالي لما يكون المنتج ما فيهوش قيمه مضافه، القيمه دي تخليني ان انا اتميز عن المنافسين بتوعي. لما الاقي ان ما فيش قيمه فعلا مضافه، يبقى كده المنتج ده غير مناسب ليا، ده مش المنتج اللي انا استخدمه واسوق من خلاله. ثالث سبب بقى هو ان السوق يكون مشبع بالمنافسين، يعني في بدائل كتير. يعني المنتج اللي انا اخترته ده هو منتج غير مناسب، لان في منافسين كتير جدا متوفر عندهم المنتج ده وباسعار تنافسيه. فبالتالي انا وجودي في السوق ده عن طريق المنتج ده مش هيحقق لي الربحيه ولا هيحقق لي القوه. تاني حاجه في الجزء ده هو ان عدم وجود ميزه تنافسيه في المنتج، لان هنا بلاقي ان مفيش قيمه مضافه او ميزه تنافسيه فريده موجوده في المنتج ده تميزني عن المنافس بتاعي. هو المنتج ده موجود عند كل المنافسين وكل المنافسين عندهم كل المميزات، مفيش ميزه تنافسيه قويه تكون موجوده في المنتج ده تخليني اتميز عن المنافسين. فبالتالي ده سبب من اسباب عدم اختيار المنتج ده، او سبب من اسباب ان المنتج ده يكون غير مناسب ليا. رابع سبب بقى يخليني اقول ان المنتج ده غير مناسب هو ان المنتجات تكون موسميه او منتجات غير مستدامه. يعني ايه موسميه او يعني ايه غير مستدامه؟ موسميه ده يعني المنتج اللي انا اخترته هو منتج بيتباع بس في فترات الموسم، يعني مش ما ينفعش ابيعه باستمرار. يعني على سبيل المثال زي فترات الصيف، زي فترات الشتاء، بيبقى في منتجات للصيف بس او للشتاء بس، او يعني لو ضربنا مثال تاني هو مثلا الزينه بتاعه الاعياد الميلاد، هنلاقي ان الزينه دي لفتره معينه او لزمان معين، فدي او ده بيخليني ان انا ما عنديش حريه في ان انا ابيعه باستمرار. فدي طبعا مشكله كبيره، لازم ان هي اكون فاهم ان ده كده سبب من اسباب ان المنتج ده ما يبقاش غير مناسب ليا. الحاجه الثانيه هي الغير مستدامه، ان المنتجات تبقى غير مستدامه. يعني عمليه البيع المنتجات دي هي مش عمليه مستمره، بمعنى ان ممكن اكون انا اخترت منتجات بتعبر عن الموضه المؤقته او بتعبر عن ترند مؤقت، الطلب عليه بيبقى سريع جدا وفي وقت معين بعد كده بيختفي. فبالتالي انا لو انا اشتريت، طبعا هو طبيعي جدا ان انا بشتري عدد من المنتجات اللي هي الغير مستدامه دي، لو انا اشتريت عدد منتجات غير مستدامه ده هيعود عليا بالخساره، لان هي فتره وكله هيشتري بعد كده محدش هيشتري والمبيعات بقى هتبقى قليله جدا، وزي ما بنقول ان المنتجات بقى تفضل عندي في المخزون، ودي خساره كبيره جدا. خامس سبب بقى يخليك تقول ان المنتج ده غير مناسب هو التكلفه المرتفعه للمنتج. يعني ايه التكلفه المرتفعه للمنتج؟ يعني نلاقي ان المنتج سعره عالي جدا او غالي جدا بالنسبه للفئه المستهدفه، فبنلاقي ان الفئه اللي انا بستهدفها بتكون عندهاش القدره ان هي تشتري منتج
بالسعر الغالي ده. وفي نفس الوقت بنلاقي ان ارتفاع سعر المنتج في الشحن وشرائه بقى او انتاج المنتج ده نفسه بيخليني ان انا ما بعرفش ان انا اعمل او ان انا اخلق سعر تنافسي بسبب الغلو او ارتفاع سعر المنتج. في الوقت ده تفهم برضو ان ده منتج غير مناسب تماما ان انا استخدمه في التجاره الالكترونيه. سادس حاجه هو المنتج الغير ملائم للفئه المستهدفه. يعني ايه المنتج الغير ملائم للفئه المستهدفه؟ يعني بنلاقي ان الفئه اللي انا بستهدفها، المنتج اللي انا خلاص اخترته عشان ابيعه في التجاره الالكترونيه بتاعتي، بلاقي ان هو المنتج غير ملائم لثقافه الفئه اللي انا بستهدفها، غير ملائم للقبول الاجتماعي. يعني لو لقينا ان ممكن مطاعم تعمل اكلات معينه او منتج معين، المنتج ده بنوع من اللحمه معينه، وهي متخيله ان تحقق بيه مبيعات، واول ما ينزل السوق تلاقي ان ما حدش اشتراه. فلما تيجي تشوف ايه المشكله، نلاقي ان هي بسبب ان المنتج ده هو غير او بيخالف ثقافه الشعب او ثقافه الفئه اللي هو بيستهدفها. فبالتالي طبيعي الناس مش هيبقى عندهم اقبال ان هم يشتروا المنتج ده. الجزء المهم جدا برضه في الحته دي هي انك تكون بتستهدف بالمنتجات دي او بالمنتج ده، بتستهدف بيه فئه عمريه غير الفئه اللي هي الطبيعي تشتري المنتج ده، او فئه عمريه تكون ما عندهاش قدره انها تتحمل شراء المنتج ده. يعني الدخل بتاع يعني غير مناسب، الدخل بتاع المنتج بتاعه غير مناسب للفئه العمريه وغير مناسب الدخل. بنلاقي ان هي اختارت فئه معينه، والفئه دي ما عندهاش القدره ان هي تشتري او ما عندهاش القدره ان هي تتحمل شراء المنتج ده. فده طبعا المنتج ده ما يبقى مش مناسب ليهم تماما، او ان هي تختار فئه عمريه خطأ، فبالتالي المنتج ده هو غير مناسب للفئه العمريه دي. ازاي بقى اختيارك للمنتج الغير مناسب ده بيؤدي الى فشل في البيزنس او فشل في المشروع بتاعك؟ اول حاجه بينتج عنها اختيارك لمنتج غير مناسب في التسويق هو ضعف في المبيعات. ولان طبيعي جدا بيبقى الطلب ضعيف جدا، في ضعف في الطلب على المنتج، فده بيخلي ان التكاليف تزيد جدا ومفيش عوائد، او العائد من المبيعات قليل جدا. فده طبعا بيؤدي الى خساره وممكن يخليك توصل ان انت تقفل خالص المشروع بتاعك. تاني حاجه بقى هو تكديس المخزون. يعني ايه تكديس المخزون؟ يعني ان انت تشتري كميات كبيره من المنتج ده وتيجي ان انت تبيعه تلاقي الطلب عليه ضعيف جدا والطلب عليه قليل جدا. فده طبعا يخلي ان المنتجات ما بتتباعش، تبقى موجوده في المخزون عندك زي ما هي، بالتالي ده يؤدي الى خساره وفشل. ومع الوقت انت ممكن انت تبيع الحاجه بخساره جدا عشان انت تسيل الفلوس، او ان انت خلاص ممكن ما تعرفش كمان لا قدر الله انت تسيل الفلوس دي، ما تعرفش تبيع المنتج ده، فبالتالي ده يوصل بيك ان انت تقفل المشروع بتاعك. ثالث حاجه بقى هي زياده تكاليف التسويق. يعني ان انت بتبدا عشان توري الاعلان بتاعك او توري المنتج بتاعك ده لاكبر عدد من الناس عشان الناس تشتريه، ده بيخليك ان انت تصرف مصاريف كتير جدا على التسويق، على الاعلانات. بتعمل اعلانات بفلوس كتير عشان توصل لاكبر عدد من الناس على هدف وعلى امل ان الناس تشتري المنتج، ولكن بتلاقي ان الناس غير مهتمه، مش مهتمين بالمنتج، فبالتالي بتصرف مصاريف كتير جدا في التسويق ما بيجيش عائد عليها. فده بيخليك ان انت تؤدي الى فشل الحملات الاعلانيه وفشل وجود او فشل تحقيق المبيعات. رابع حاجه هي فقدان الثقه. يعني ايه فقدان الثقه؟ يعني العملاء اللي هم جم وزاروا الموقع الالكتروني او المتجر الالكتروني بتاعك وشافوا المنتج ولكن ما عجبهمش لان هو منتج غير مناسب ليهم، ده هيخليهم ان هم يفقدوا الثقه فيك وما يرجعوش ليك مره تانية، ما يرجعوش ان هم يتابعوك ويشوفوا ويزوروا الموقع مره تانية، خلاص لان هي الثقه ما اتبنتش، لقيت ان المنتج هو مش مهتمين بيه، ما بيسدش الاحتياج اللي عندهم، ما بيحلش المشكله اللي عندهم، فده يؤدي الى فشل الثقه ما بينك وما بين العميل. طب خلينا بقى نشوف كده ازاي نتجنب اختيار المنتج الغير مناسب. اول حاجه هو لازم تدرس السوق بعنايه، يعني لازم تدرس السوق بقوه، تدرس الفئه اللي انت بتستهدفها كويس جدا جدا، تدرس المنافسين كويس جدا جدا، تدرس احتياجات الفئه اللي انت بتستهدفها، المشاكل اللي هم عايزين يحلوها، عشان تبدا تجيب منتج بيحل المشاكل دي او منتج يلبي الاحتياج ده، منتج فعلا
يخلي العميل اول ما يشوفه العميل خلاص ان هو يقول انا فعلا محتاج ده، عنده احتياج ملح للمنتج اللي انت بتبيعه. وهنا برضو انت ممكن تبدا تعمل تحلل طلبات العملاء. يعني ايه حلل طلبات العملاء؟ يعني تبدا تشوف ايه هي الحاجات المنتجات او الخدمات اللي العميل بيبحث عنها وبيدور عنها، يدور عليها كتير جدا وباستمرار. وده عن طريق مثلا ادوات كتير منها جوجل ترندز. تبدا تخش على جوجل ترندز، تكتب كده جوجل ترندز وتبدا تشوف ايه اكتر حاجه الناس بتبحث عنها، ايه اكتر حاجه الناس دايما بتطلبها وبتدور عليها، وبناء عليه تبدا بقى ان انت تعرف ان المنتج ده الناس باستمرار عندهم احتياج للمنتج ده ويبحثوا عنه باستمرار. برضو انت ممكن تبحث عن فجوه في السوق. يعني ايه فجوه في السوق؟ يعني تبدا ان انت تدور على المنتجات، تكتشف كده، عايز تعمل اكتشاف كده، تكتشف المنتجات اللي العميل دايما بيبقى ليه حاجه ليها قوي، عنده مشكله معينه والمشكله دي بيدور على حل ليها في المنتج او الخدمه دي، وكمان المنتج او الخدمه دي مش متوفره بكثره، يعني مش موجوده باستمرار، مش موجوده بشكل كامل، فبالتالي دي مشكله اصلا بحد ذاتها ان هي مش متوفره، وهي العميل عنده حاجه كبيره جدا للمنتج او الخدمه دي. فدول النقطتين المهمين جدا برضو ان انت تبقى فاهمهم وتبدا ان انت تستخدمهم عشان تدرس دراسه كامله للسوق المستهدف بعنايه. تاني حاجه بقى هو انك تستهدف جمهور محدد، جمهور واضح. يعني ايه استهدف جمهور محدد؟ يعني خلاص انا هبدا بقى ان انا اختار المنتج اللي انا عايزه، فلازم بناء على اختيار المنتج لازم اكون انا محدد الفئه المستهدفه، فئه محدده انا عارف المشاكل بتاعتها، انا عارف كل تفصيل عنهم، عارف مشاكلهم، عارف اهتماماتهم، عارف تفضيلاتهم، عارف كل تفصيل، عارف اعمارهم ايه، عارف ليه هم بيحبوا ده وبيكرهوا ده، عارف ايه الدافع اللي بيخليهم ان هم يشتروا المنتج ده، عارف ان عندهم احتياج معين ومشكله معينه عايزين يحلوا المشكله دي وعايزين يلبوا الاحتياج ده، فبالتالي هم عايزين المنتج ده. انا لما اكون فاهم ودارس فئه محدده دراسه تفصيليه، ده بيسهل عليا ان انا اختار المنتج الصح، المنتج المناسب. ومهم جدا برضو في الجزء ده ان انت تختبر المنتج وتبدا ان انت تدي عينات للمنتج ده للفئه اللي انت بتستهدفها. طيب ده بيتعمل ازاي او ده الهدف منه ايه؟ ده طبعا بيتعمل عن طريق ان انا ببدا اشوف بقى الفئه اللي انا بستهدفها وابدا ان انا اديهم عينات عن المنتج اللي انا هبدا ان انا اشتريه مثلا، او هبدا ان انا خلاص هبيعه. يعني على سبيل المثال في التيشيرتات مثلا بيحصل، او في شفت كذا موقع الكتروني يبدا ان هو يعرض المنتجات اللي هي لسه هيبدا ان هو ينزلها، فبالتالي بيجيب عليها اوردرات ويبدا يشوف يا ترى الفئه المستهدفه هي بتتفاعل معاها وعايزاه فعلا ولا مفيش اقبال عليه. فده بيديله كده صوره للي هيحصل، صوره مستقبليه للمنتج ده فعلا هيشتغل معاه ولا لا. وفي نفس الوقت بتبدا ان انت تجمع ملاحظات، يعني حتى لو في عدد من الناس ما اشتروش فتبدا ان انت تسالهم طب ايه ملاحظاتكم، طب ليه انتم ما اشتريتوش، او العكس لو هم اشتروه يقولوا ملاحظاتهم. فده طبعا يديك بقى ضوء كده اخضر وتعرف ان هو ده المنتج اللي هو المناسب، او مش هو ده المنتج اللي انت تستخدمه وتبيعه في عن طريق الموقع الالكتروني او المتجر الالكتروني. ثالث حاجه بقى هو انك تقدم قيمه مضافه. يعني ايه تقدم قيمه مضافه؟ يعني المنتج اللي انت اخترته عشان تبيعه ده او الخدمه اللي انت هتبدا تبيعها لازم تكون بتتميز عن اي منافس تاني. يعني لازم تكون فيها قيمه، القيمه دي مميزه مختلفه مش موجوده عند المنافسين، او حتى مش موجوده عند البدائل الاخرى. يعني ايه البدائل الاخرى؟ يعني المنافسين ان هم بيقدموا نفس المنتج اللي انا بقدمه، لازم يكون المنتج اللي انا اخترته يكون مميز عن المنتجات اللي هم بيقدموه، او انه يكون المنتج اللي انا اخترته هو افضل حل، افضل من البدائل الاخرى. يعني ايه البدائل الاخرى؟ يعني مش المنافس المباشر ليا، لا هم المنافسين الاخرين اللي هم بيقدموا برضو منتجات او خدمات بتحل نفس المشكله عند العميل، بس مش لازم يبقى نفس المنتج بتاعي. يعني لو انا ببيع اعشاب دي بتخسس، بتخلي العميل ان هو عنده مشكله سمنه فعايز يخس ويبقى جسمه كويس، فالعشب عندي ده هو الاسلوب او الطريقه اللي بتخلي العميل يحل المشكله بتاعته. طب البديل بتاعها ايه؟ البديل بتاعها اللي هو مثلا يقدر يعمل عمليه مثلا تكميم معده مثلا، فيبدا ان هو يخس عن طريق مش اسلوب او طريقه مختلفه عن الاسلوب او الطريقه اللي انا بحل بيها المشكله عند العميل. لكن العميل المباشر العميل اللي عنده
نفس المنتج اللي انا ببيعه العشب بتاعي، بس انا لازم بقى ايه المنتج بتاعي يكون مميز عن المنافس، المنتج اللي موجود عند المنافس، او مميز كمان عند المنتج او الخدمه الموجوده عند الايه البديل بتاعي. رابع حاجه بقى هو انك تبدا بمنتجات صغيره، يعني ما تبداش، جرب ان انت تبدا تخش السوق وتبدا ان انت تجرب في التسويق عن طريق المنتجات القليله، ما تخزنش منتجات كتيره، اعداد كبيره، ما تجيبش اعداد كبيره من المنتجات، لانك انت لسه هنا بتجرب. فانت هنا بتجرب وتشوف، لو لقيت ان المنتجات القليله دي ما اتباعتش، ما حققتش الهدف اللي احنا عايزينه، المبيعات الكبيره، فانت كده الخسائر بتاعتك بتبقى قليله. على العكس تماما لو انت اشتريت كميات كبيره من المنتج وجيت تبيعه ولقيت ان ما اتباعش، فانت كده خسرت خساره كبيره جدا. عشان كده النصيحه او الحاجه المهمه جدا ان انت لازم تبدا بعدد قليل من المنتجات، ما تبداش بعدد كبير من المنتجات. خامس حاجه بقى واخر حاجه هي دراسه التكلفه والسعر. يعني ايه دراسه التكلفه والسعر؟ يعني هنا لازم يكون عندي حساب الربحيه بتاعي، يعني لازم اكون متاكد ان المنتج ده لما اجي احسب الحسابات بتاعتي لازم هيكون طالع لي منه هامش ربح يغطي التكاليف الانتاج وتكاليف الشحن بتاعي، او تكاليف شراء المنتج وتكاليف شحن المنتج بتاعي. وفي نفس الوقت مهم جدا انك تكون مش مبالغ في السعر بتاعك، مش بالغ في تسعيرك للمنتج ده، لان تسعيرك للمنتج لو انت بالغت فيه ده هيخلي الفئه المستهدفه بتاعتك ما تشتريش المنتج، فبالتالي ده هيعود عليك بخسائر كبيره. في نفس الوقت غير مبالغ في التسعير بتاعك ده هيخلي الفئه المستهدفه بتاعتك تقبل على المنتج ده وتبدا ان هي تشتري منه وانت تحقق منه مبيعات كبيره. مهم جدا تكون عارف ان اختيارك للمنتج المناسب هو الحجر الاساس لنجاح التجاره الالكترونيه. عشان كده خد وقتك زي ما انت عايز لفهم الفئه المستهدفه، خد وقتك لتحديد افضل فئه او الاكثر فئه تقدر انت تخدمها بالمنتج او الخدمه بتاعتك، وادرس السوق وادرس المنافسين كويس جدا جدا عشان تتجنب الخسائر وتحقق المبيعات للتجاره الالكترونيه. في نهايه الفيديو لو في اي موضوع حابين ان انا اتكلم فيه تقدروا تكتبوا لي في التعليقات تحت، وانا ان شاء الله هبدا ان انا اشوف المواضيع دي واعمل عليها فيديوهات. ولو بتتفرج علينا من اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، ولو بتتفرج علينا من الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو، واشوفكم على الف خير في الفيديو الجاي، والى اللقاء.